نورتوا مصر، وان شاء الله هتكون احلى تجربه ما تمروا بيها في حياتكم. نورتونا. نورت مصر يا شباب. عيش حياتك مع السجعه دي، الجو سجعان. قبل كنت جربنا في اكثر دوله سكان في العالم واللي هي الصين، واليوم بنجرب في اكثر دوله عربيه سكان. النهارده هنشوف صالح وهو بيكون بالشخصيه المصريه. احنا الان في مصر من اوائل الدول العريقه. نزلنا بوست في تويتر عن توقعاتكم والتصويت الاكثر كان هو الصح، وحبينا نشارككم صوره مع الهرمات في الانستغرام ونشوف كومنتاتكم. الهرم اولا في حوالي اكتر من 6 مليون حجر. العمال اللي كانوا يشتغلون بالهرم هذا اكثر من 100,000 عام. وزن الحجر الواحد فيهم بيوصل ل 14 و 16 طن. نجرب الحضاره المصريه وان هم يكونوا مصريين النهارده. افضل حاجه عندهم دور الصعيد. انا نمشي ونجرب. حبيبي طعميه حمصيه. انت اسمك ايه؟ هنا عند عم خميس النهارده اليوم تاكل طعميه وبطاطس وفول، وبكره ان شاء الله تاكل محشي كده. النهارده احنا معانا تجربه هنجرب الحضاره المصريه وان هم يكونوا مصريين النهارده، بس الاول لازم نروح نفطر. يلا بينا. يلا بينا. يلا بينا. السلام عليكم. كيف الحال يا عم خميس؟ حبيبي يا طيب عامل ايه؟ رحمة الله طب ربك. فترة الطعمية الله يخليك. عينيا حاضر. جايينك مخصوص. ماشي يا عينيا. حبيبي. وانت جاي تجيبني غني؟ حبيبي. نركبها كده في الطيارة وناخدها عندكم هناك. حبيبي. قول له عشان احنا هنفطر فطار مصري. واحلى اكل من عند عم خميس. الله عليك. فول، وطعميه طعمية، وبتنجان باذنجان. وبطاطس. يا سلام. قال لي في حد هيقعد يعمل الكلام ده؟ مش اللي بيشتغلوا ماركتنج لما بيمسكوا ويب سايت. والله يا اخوان يا ماما غريب وعجيب، غريب وعجيب فعلا. قال لك كام يوم؟ احمد احنا قدامنا قد ايه نوصل للهرم؟ 5 دقايق 10 دقايق. صالح. ايوه. سلام جاهز لكم هديه. طبعا وصلنا اول منطقة الاهرامات، خلونا نستكشفها يا اخوان. طبعا المعلومية ان مصر فيها اكثر من 100 هرم. طبعا الهرم اللي ورانا هذا هرم خوفو، ليش سموه خوفو؟ نسبة للملك خوفو. طبعا طوله تقريبا 143 متر. تخيلوا معي ان الهرم هذا هو واحد من عجائب الدنيا السبعة القديمة. والموضوع مو هنا بس، الموضوع انه هو الوحيد اللي باقي. طبعا احنا دلوقتي موجودين في منطقه البانوراما لاهرامات الجيزه. حلو. اللي واضح قدامنا دلوقتي ال3 اهرامات الكبار وال6 اهرامات الصغيرين اللي موجودين جنب خوفو وجنب منكوى. الاهرامات الصغيره بتكون يا اما للزوجه يا اما للام يا اما للبنت. اتجاهات الهرم هي الاتجاهات الاصليه للارض او الاتجاهات الاصليه للبوصله. الجنوب والشمال والشرق والغرب بتاعه هم الاتجاهات اللي الارض كلها الاساسيه للارض. يا ساتر. طيب الحجاره الواحده كم وزنها؟ الهرم اولا في حوالي اكتر من 6 مليون حجر. وزن الحجر الواحد فيهم بيوصل ل 14 و 16 طن. وفي غرفه دفن موجوده داخل الهرم، وزن الحجر بتاع غرفه الدفن بيوصل ل 40 طن. الهرم الاول يا جماعه الخير اللي هو هذا اللي هو هرم خوفو، بنوه من 20 الى 22 سنه. العمال اللي كانوا يشتغلون بالهرم هذا اكثر من 100,000 عامل. الان له اكثر من 4800 سنه موجود الهرم هذا. طبعا مصر تملك حضاره قديمه جدا 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 من الاف السنين، فهي تقريبا من اوائل الدول التي نشأت في العالم. اخر ظهور للنيل هنا كان في سنه 1920. بدايه النيل عند الاهرامات من جنب ابو الهول على طول. من خلاله هو اللي كان بيتنقل الاحجار بتاعه الاهرامات علشان يتم بنائها. لان احنا هنا بنتكلم في هرم مبني من الحجر الجير وواحد من الحجر الالاباستر. كل دي كتل حجريه كانت بتحتاج تتنقل لان هي مش موجوده على التربه اللي احنا موجودين فيها. القاهره اكبر عاصمه في الدول العربيه. مو بس اكبر عاصمه في الدول العربيه،
أكبر مدينة في إفريقيا؟ دي مقبرة المهندس اللي بنى الهرم الأكبر. اسمه حم أيوني. والناس اللي بنوا الأهرامات هم ما كانوش عبيد أو كانوا من ضعاف الناس، لا بالعكس هم كانوا من العمال، والعمال زي ما بنقول دلوقتي اللي هو زي نمبر 1 أو شطار جدا. المفروض ان ابو الهول اتبنى علشان يبقى حاجه بيمثل القوه او زي الحارس للهرم بتاع الملك خفرع. هو كان عباره عن كتله او صخره كبيره موجوده قدام الهرم، فتم نحتها على شكل جسم اسد وراس انسان. جسم اسد عشان بتدل على القوه، وراس انسان علشان بتدل على الحكمه. طبعا احنا دلوقتي موجودين في كشري ابو طارق، من اشهر اماكن الكشري في مصر كلها واحسنهم. دلوقتي احنا موجودين في شارع المعز. شارع المعز اللي هو اكبر متحف اسلامي مفتوح، فيه مظاهر لاختلاف العصور الاسلاميه في مصر. اصغر جامع اثري موجود في القاهره، اللي فيه مسجد في وقت الحمله الفرنسيه تم تحويله لاسطبل. اسطبل؟ اسطبل خيل. تمام. ساكر. عندنا طبعا بوابات القاهره، هو كانوا عباره عن 7 بوابات، من ضمنهم بوابه الفتوح، بوابه النصر، باب زويله. تمام، هو يعتبر كان اشهرهم باب زويله. من فتره طويله توقف مصر عن حسبه احصائيات عدد الديانات والمعتقدات الموجوده هنا، ولكن اخر احصائيه كانت عام 1996 بان نسبه تقريبا عدد المسلمين اللي يعتنقون الاسلام في مصر 94%، فتقريبا يعني 6% ديانات اخرى. الحياه تجارب. بلايت حياه. مين اللي كان بيكلمك؟ ما كنت ترد علي ليه؟ ليه ما كنت ترد علي؟ ليش ما كنت ترد علي؟ خش يمين. الخير خش بس المين هتموت. عمال خير وخير. خش يا عم المين. من ترادل كده حبيبي. انت كده يا ابو العم حبيبي. انتوا احسن ناس ونورتونا وشرفتونا، والله يبارك فيك وصحتك.